السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. فيديو جديد هنتعلم فيه مع بعض النهاردة ازاي نشتغل غرزة القطعة دي. القطعة دي قطعة مربعة. أنا اشتغلتها بأليز قطن جولد، يعني تنفع كوفيرتا البيبي، تنفع رانر على كنبة كديكور. وظفيها بالشكل اللي تحبيه. غرزة القطعة دي اسمها سي تو سي، اختصار لكلمة كورنر تو كورنر، يعني من الركن للركن. الكوفيرتا دي شغلها بادئ من هنا وهنا. ده إطار اللي هو على هيئة مروحة، فسطونات، بتلات. ده أنا عملته في الآخر بعد ما أنهيت القطعة. شغلي كله بيبقى على هيئة مثلث في البداية. المثلث بيكبر بيكبر بيكبر. أنا مقررة إن أنا مثلا هشتغل القطعة دي 80 في 80، وهي فعليا دي 80 في 80. ففضلت أكبر بالمثلث لغاية لما أوصل لأن الضلعين دول كل واحد فيهم 80 سنتي. يعني القطعة بتكبر معايا مثلث. المثلث فضل ماشي معايا لغاية لما وصلت للضلع ده بقى 80 سنتي، وطبعا هي مربع، فالضلعين ده واللي قصاده هناك المثلث خلاص بقى كده 80 سنتي لغاية هنا. ببتدي بطريقة ما هنشوفها في الشرح نرجع بالشغل علشان اعمل مثلث تاني زي اللي اشتغلته، فبتبقى المثلث مع المثلث كون لي مربع اضلاعه متساوية بغرزة سي تو سي. الكلام بقى اللي انا قلته دلوقتي اهو، بدأت بالركن اهو، وابتدي اشتغل 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 لغاية لما وصلت للركن ده والركن ده. اصبح عندي الضلعين دول 80 سنتي. ابتدي اكمل اهو، شوفوا يظهر اهو، بضم لغاية لما اوصل للمربع. ترتيب الالوان او تقسيم الالوان بكون مقرراه من قبل ما اشتغل، او انتي بتشتغلي ايا كان، انتي بتختاري، بتحددي الموديل اللي انتي هتنفذيه، بتحدديه. بقى حددت ان انا هعمل الالوان بالشكل ده، واطلع بالسادة شوية وارجع ادخل اللونين دول. وصلت عند ال 80 سنتي، انهيت بالابيض ده وعملت المثلث التاني كله بالشكل ده سادة. ويلا نشوف الطريقة مع بعض. نسمي الله ونبتدي على طول ننفذ مع بعض الشغل بخيط. هستخدم معاكم في شرح العينة هنا خيط سلسلة قطن، اشتغلت بيه معاكم رانر كامل قبل كده في فيديو. الخيط ده من اكتر الخيوط اللي انا بحبها في القطان. هو سلسلة، شوفوا الفيديو هيوضح اهو، سلسلة بس قطن اهو. هعمل اول حاجة حلقة البداية اهي، وهعمل ارتفاع 6 سلسلة. هشتغلوا معاكم اهو بإبرة 4، اشتغلتوا قبل كده في الرنر بإبرة 3.5، ولكن هنا عشان عينة شغل بس. ونوعا ما عايزة برضو الشغل مرتاح. ادي اول سلسلة، هعمل 6 سلسلة. ادي 6 سلسلة. اشتغلت انا كده دلوقتي 6 سلسلة. هشتغل في رابع وخامس وسادس سلسلة دلوقتي، كل واحد منهم هشتغل فيه عمود. ال3 سلسلة دول هيكونوا هما ارتفاع الشغل. اي نعم، انا هنا الشغل كله عندي قائم على غرزة العمود، وانا في شغل العمود برتفع بسلسلتين للشغل، ولكن هنا هرتفع 3 استثناء علشان انا هشتغل اصلا فيهم، فما يكونش ضيقين وما يلموليش الشغل، وده هيظهر معاكم حالا في الشرح. انا كده محتاجة رابع وخامس وسادس سلسلة، والتلاتة اللي فوق دول ارتفاع. بس هشتغل في ظهر الغرز في الباك لوب اللي ورا، لانه بحب يكون اطراف الشغل واحدة، اوله زي اخره. عايزة تشتغلي في حرف الغرزة عادي، صح مش غلط، ده صح وده صح. قلنا هنشتغل في الرابع والخامس والسادس. ادي رابع لوب هشتغل فيه عمود بلفة. بعديه عمود بلفة. هعمل ايه؟ هرتفع للشغل بقى العادي 6 سلسلة تاني، ولكن انا هلف الشغل الاول وبعدين ارتفع. 1 2 3 4 5 6. برضو 3 سلسلة ارتفاع، وفي الغرزة الرابعة هشتغل عمود، وفي الخامسة عمود، وفي السادسة عمود. هنشوف مع بعض.
شوفوا ده شكل الشغل. لما اعدله ما استسلمش بقى لانه الغرزة كده واقول الشغل كده، لا هو الشغل كده. انا بعد ما لفيته خلاص الطرف كان هنا، لفيت الشغل اصبح هنا، يبقى انا الشغل كده هعمل ايه؟ هقفل دول على دول بمنزلقة في التلاتة سلسلة. لذلك انا هنا محتاجة اعمل 3 سلسلة ارتفاع علشان اريحية الشغل ما يبقاش مشدود وملموم، وكمان عشان انا دلوقتي هرتفع اهو 3 سلسلة وهشتغل في الفراغ ده 3 عمود بلفة اهو. تاني في نفس الفراغ 2 عمود اهو، بعدين 3 عمود. خلونا نشوف احنا كده عملنا صفين، اصبح عندي الشغل بالشكل ده. ده اول صف هعتبره اول صف، وده تاني صف. هنبتدي دلوقتي في تالت سطر اللي هو هيزود لي واحدة هنا وواحدة هنا، فهيبقى ده 1 كده بقوا 2، وبعدين هيبقوا دلوقتي حالا 3. نشوف، يبقى ده كده بداية سطر جديد. خلاص انت هتحفظي انه بداية السطر الجديد تلفي الشغل وبعدين ترتفعي 6. 1 2 3 4 5 6. طيب بشتغل في اللوب الخلفي في تالت عفوا في رابع وخامس وسادس سلسلة 3 عمود بلفة متتاليين. في الباك لوب اهو اشتغل على طول. احافظ برضو على معرفتي بشكل الشغل ازاي عشان دي ما تلفش مني واتلخبط واحتار اهو. اقلبها بقى بايدي واجيب اللوب ده اشتغل فيه اول عمود بلفة، تاني عمود بلفة، تالت عمود بلفة. بعدين انا ده اول سطر، تاني سطر، تالت سطر. شوفوا هيمشي بقى كده. هروح بمنزلقة فين؟ هلاقي عندي هنا هيقابلني اول حاجة هنا فراغ ال3 سلسلة، هعمل فيه منزلقة. في منتصف السطور برتفع ب3 بس، 3، وهعمل هنا 3 عمود بلفة في نفس الفراغ 3 سلسلة. اللي عملته هنا هعمله هنا اهو. تمام، شوفوا اهو ده هيفضل كده هيقفل على ده، وهحتاج الفراغ 3 سلسلة اللي في الاول ده اطلعه اهو. ما بدخلش في سلاسل ولا حاجة، انا بدخل مباشرة في الفراغ واخد منزلقة وارتفع. انا مش في اول سطر فهرتفع 3 سلسلة اهو. بعدين عمود بلفة و2 كمان يبقوا 3 عمود بلفة في نفس فراغ ال3 سلسلة. شوفوا كده بيكمل معايا سطر تالت. اول سطر، تاني سطر، تالت سطر. شوفوا بقى لما الشغل بيفتح اهو، ايدي وراه اهو، ايدي لما الشغل بيفتح فهو ده الفراغ اللي بنشتغل فيه. تمام، ده بيشكل ايه عندي في القطعة اللي انا ناهياها عندي دي؟ شوفوا القطعة المكتملة دي اهو. احنا قلنا الفسطونات دي اطار، فهو الشغل بادئ عندي كده. يا رب يكون واضح اهو. شوفوا ده بداية الكوفرتة اهو، شايفين؟ فبفضل بقى ماشية لما اوصل كده. بقول لكم ده اللي كنت بقول لكم عليه مثلث وبيكبر. انا كده بعتبر ده مثلث وبيكبر. انا كده انهيت سطر، ودايما ارتفاعي بعد ما بنهي السطر بيكون عبارة عن 6 سلسلة، 3 هشتغل فيهم و3 ارتفاع. الف الشغل وارتفع ال6، 1 2 3 دول اللي انا هشتغل فيهم، بعدين 3 تانيين اللي هم الارتفاع. هعمل في اللوب الخلفي لل3 سلسلة دول كل واحدة منهم عمود بلفة، يبقى اصبح عندي 3 عمود متتاليين.
انتي عملتي كده عشان تجيبي اللوب وانتي بتشتغلي، ولكن تاخدي بالك ان الشغل هيرجع كده تاني، ما تتلخبطيش بقى وتلاقيكي بتشتغلي هنا وتقولي المثلث باظ، لا، خدي بالك جدا من الحتة دي. كده تاني عمود، ادي كده تالت عمود بلفة. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اهو الشغل بتاعي اهو، الارتفاع بتاعي اهو زي ما هو. شوفوا، اتاكد ان انا غرزي ماشيه مع بعضها اهي. دول التلاتة اللي انا اشتغلت فيهم العمود. اروح فين؟ بروح على طول على الفراغ ده اللي هو فراغ التلاتة سلسلة بايه. بعدين هعمل ايه؟ خلاص اهو بركب ده على ده وادخل في 3 سلسلة بمنزلقة، وفي النص قلنا بارتفع 3 سلسلة، وهشتغل في الفراغ ده 3 عمود بلفة كده اهو. كده 3 عمود بلفة. بعدين بشتغل فين؟ بروح برضو على الفراغ التالي اللي هو 3 سلسلة، الفراغ ده، واركب ده على ده وبمنزلقة وارتفع 3 سلسلة، 3 سلسلة ارتفاع اهو. وفي نفس الفراغ اللي انا خدت فيه المنزلقة اعمل 3 عمود بلفة. الشغل عليه الدور فين؟ عليه في ال3 سلسلة اللي في اخر الضلع كده، منزلقة برضو وارتفع 3 سلسلة. وهشتغل فين؟ هشتغل في ال3 سلسلة دول برضو 3 عمود بلفة. شفتوا انا كده عملت ايه؟ شوفوا انا كده كبرت ضلع المثلث ده، بقى عندي المثلث بدأ يكبر. وصلت انا كده لاخر السطر. اخر السطر بعمل ايه؟ برتفع 6 سلسلة بعد ما الف الشغل وابتدي السطر اللي بعده. الف، ادي 1 2 3 والتلاتة، 3 ارتفاع، والتلاتة دول هشتغل في الباك لوب او في الحلقة الخلفية بتاعتهم 3 عمود بلفة. اخد بالي ان انا عشان اجيب الباك لوب الخلفي للغرز دي بقلب كده، بس اخد بالي ان انا لفه الشغل كده وهرجع اعدله وانا بعمل منزلقه في ال3 دول عشان ما اتلخبطش واشتغل هنا واسرح والاقي الشغل باظ مني واقول المثلث راح فين. انا محتاجه هنا في ال3 دول 3 عمود بلفه. عشان تجيبي الحلقه بتبقي محتاجه ايه؟ تجيبي اللوب على الابره بضفرك شويه، بيبقى متعب بس النتيجه بتكون حلوه. شوفوا هتلاقوا كل الاحرف ماشيه ازاي سلاسل مع بعضها، الغرز باينه مش مبرومه او ملويه، علشان انا بشتغل في الضلع الخلفي للغرزه او الباك لوب. تمام. بعمل ايه؟ هدخل هنا، لا انا الشغل مقلوب ما عدلتوش. فانتي بقى شوفوا ده اللخبطه، انا لفيت الشغل عشان اجيب في الباك لوب بعد الارتفاع. بعد الارتفاع يا جماعه انا لفيت الشغل عشان اجيب الباك لوب، بس برجع اعمل الشغل تاني كده يبقى في ايدي مثلث. يعني انا مش بجيب دي تركب على دي غير لما يبقى قدامي مثلث، لكن انا عامله كده ده مش مثلث، ده مثلث مقلوب. الفكره ان كل شغلي في مثلث، الضلعين دول اللي قد بعض وبشتغل في الضلع الكبير هو ده اللي بكبره. فانا برجع المثلث كده زي ما هو بالطريقه الصح اهو، وبدخل في ال3 سلاسل اهو الفراغ واعمل منزلقه، والارتفاعات في نص السطر بتكون 3 سلسلة. الارتفاعات في الأول بس هي اللي بتكون 6 سلسلة، ارتفاعات منتصف السطر كاملة بتكون 3 سطور و3 عمود في نفس مكان المنزلقة. وهنا نفس القصة هنعمل دي مع بعض اهو دلوقتي. ادي أول عمود، تالت، تالت عمود، تالت عمود. اروح فين كده؟ خلاص الشغل معدول في ايدي مفيش اي مجال للخبطه هنا. اروح على طول لفراغ ال3 سلسله اللي بعد ال3 عمود اهو، وهعمل منزلقه، وارتفاعات منتصف السطر بتكون 3 سلسله، وهكمل اوصل لهنا ونرجع. كده انا انهيت سطر جديد في المثلث بتاعي.
هعمل ايه؟ برتفع دايما، قلنا في اول كل سطر ب6 سلسلة، والشغل اللي في منتصف السطور بيكون 3 سلسلة الارتفاع. ال6 سلسلة اللي انا ارتفعتهم في الاول منهم 3 سلسلة ارتفاع، ومنهم ال3 المتتاليين فيهم 3 عمود بلفة. وبعد ما الف الشغل برتفع، بعد ما الف الشغل برتفع 6 سلسلة، 3 هشتغل فيهم 3 عمود و3 الباقيين ارتفاع. اخد بالي ان انا علشان اشتغل في الباك لوب بعمل الشغل كده، بعد ما بخلص على طول ال3 عمود مباشرة بعدل الشغل كمثلث عادي خالص في ايدي اهو بنفس الشكل ده واكمل. خلصت، افتكر على طول ان انا في اول السطر بعدل المثلث على ايدي واروح عند ال3 سلسلة دول واعمل منزلقة. ارتفاعي في كل شغلي في نص السطر بيكون عبارة عن 3 سلسلة و3 عمود في نفس الفراغ، واركبهم على التالي واعمل هنا منزلقة، وهكذا لاخر السطر. هوريكوا دي على الشغل بتكون عاملة ازاي، زي ما وريتها لكم برضو من شوية. قلت ده ماليش دعوة، ده الاطار خالص في النهاية بعمله اهو. شايفين اهو المثلث بيكبر لما اوصل بالضلعين دول للطول اللي انا مقررة ان انا هعمله. بما انه دي عينة شغل فانا هستكفي بشرح زيادة ضلع المثلث لغاية هنا، وهنشوف دلوقتي ازاي ننقص الضلع بحيث ان انا اطلع الناتج مربع زي الكوفرتة دي، او ازاي هوصل لانه السي تو سي هعمل بيها مربع. حاجة تانية، انتي ممكن تعملي وحدة سي تو سي وحدات زي ما بنعمل وحدات في الجراني او غيره ونشبكهم في بعض ويعملوا كوفرتا او يعملوا رانر او يعملوا اي قطعة انت عايزاها. ممكن تعملي وحدات بالسي تو سي. يعني انا مثلا دي عندي هنا وليكن دي ممكن تكون 12 13 سنتي، فخلاص ده قد ده. طيب انا عايزة اعملهم مربع دلوقتي واشبكهم بعد كده في بعض. طيب ازاي هعمل تناقص ان انا اعمل مثلث زي ده، او ازاي المثلث ده هحوله لمربع؟ خلينا نشوف. انا وصلت لهنا، ولما كنت بزود كنت برتفع هنا 6 سلسلة، ولكن اللي هعمله دلوقتي ان انا هلف الشغل بدون اي ارتفاع او اي حاجة، وهدخل في فراغ اخر عمود مش في الحلقات هنا بكل اريحية، واعمل منزلقة اهو، وهدخل بين العمود التاني والتالت وهعمل منزلقة. يا ريت بكل اريحية، مش عايزة شد اهو. هنا منزلقة، شوف عملتهم كده. ليه ما ارتفعتش سلسلة؟ علشان انا مش عايزة هنا كتلة في الاول، انا عايزة الشغل شوفوا يكون مسطح كده، مسطح كده. دي بداية التناقص. انا كنت برتفع 6 سلسلة وبزود بقى، لا انا خلاص كده بنقص، بمشي بمنزلقة هنا. وزي ما بشتغل في باقي الاسطر هروح على طول فين؟ هرتفع 3 سلسلة هنا ارتفاع، وهعمل هنا ايه؟ 3 عمود بلفة. تلاتة عمود بلفة بروح بيهم فين؟ بروح على طول على فراغ ال3 سلسلة واشتغل منزلقة وارتفع. ارتفاعي للشغل في كل السطر ما عدا البداية بيكون 3 سلسلة و3 عمود في نفس المكان. تاني، تالت، اركب ده على ده واروح في ال3 فراغ، 3 سلسلة في فراغ، يعني 3 سلسلة ومنزلقة و3 سلسلة ارتفاع و3 عمود. ادي اول عمود، هعمل عمودين كمان واروح برضو هنا للفراغ بمنزلقة وارتفاع و3 عمود وهكذا، وهوصل للاخر ونكمل.
وصلت هنا لاخر السطر. طيب انا دلوقتي لو انتوا شايفين، لو انتم ملاحظين انا بادئ يبقى ايه في ضلع مربع هنا. طب انا عايزه اخلي الجزء ده زي ده، هعمل ايه؟ كنت بقفل هنا وبرتفع ب6 سلسله، ولكن طالما انا وصلت بالمثلث للضلعين اللي انا عايزاهم زي ما قلت من شويه وخلاص انا بدات التناقص، فخلاص ما عادش عندي حاجه اسمها ارتفاع 6 سلسله. هدخل هنا بمنزلقه والف الشغل واعمل ايه، واروح هنا بمنزلقة بكل اريحية بين العمود والتاني، مش في الغرزة نفسها اللي بعديه اهو. منزلقة هعمل ايه هنا؟ هرتفع 3 سلسلة. بصوا انا وصلت لايه، انا عملت هنا تناقص خلاص عشان اشكل مربع. كل سطر هتعمليه هيبتدي يلم بالشكل ده، تبتدي تكوني جزء من ضلع المربع، دول قد دول اهو. فاحنا بنشتغل كده، بننقص واحدة من هنا وواحدة من هنا ونبتدي نلم، يطلع الناتج معاكي مربع. خلونا نكمل شغل. ارتفعت 3 سلسلة، وكالعادة في شغل السطور من جوه 1 للآخر. اللي بيفرق معايا ان ال6 سلسلة بس مش هعملهم خلاص في التناقص. 3 سلسلة ارتفاع، 3 عمود بلفة. تمام، اروح فين؟ اركب ده على ده بمنزلقة في فراغ 3 سلسلة وارتفاع 3 سلسلة علشان اشتغل 3 عمود هنا تاني، وفي بمنزلقة هنا وارتفاع 3 و3 عمود، وهوصل لهنا ونكمل. بدأ المربع يتشكل يلم. هنا هعمل ايه؟ مش هوصل طبعا لهنا غير بمنزلقة بس وهرجع. هعمل منزلقة تمام، ومن غير ارتفاع ولا اي حاجة علشان عايزة الغرزة دي فلات قوي مع الشغل. هروح على طول عند فرق اول عمود واعمل منزلقة، التاني منزلقة، تالت منزلقة، وارتفع 3 سلسلة واشتغل 3 عمود بلفة في نفس فراغ ال3 سلسلة. تالت عمود، هنا في فراغ ال3 سلسلة اعمل منزلقة وارتفع ب3 سلسلة، واكرر واقول انه هنا كل الشغل هنا زي اللي انا شرحته في الاول. اللي فرق معايا انه ارتفاع ال6 اللي في الاول طالما بدأت تناقص خلاص اتلغى، بقى عبارة عن منزلقات في البداية وفي النهاية. بدأ المربع يتشكل، دول قد دول. المنزلقات اللي في البداية ما بعملهاش اي ارتفاع، بعوزها مسطحة كده وبتدي الشكل ده، بتبقى ماشية بصوا بالشكل ده كده في طول الشغل زي كده، وتيجي من هنا تضيق شوية وترجع تعمل زي الموجة كده. وده بيكون شكل لطيف على فكرة في أطراف الشغل، حتى لو ما عملتلهاش إطار وقت التشبيك بتكون برضو سهلة جدا. وصلت هنا لآخر فراغ اللي هو 3 سلسلة. مفيش أي حاجة هنا تحتاج ماركر أو لخبطة في آخر السطر. والله متلخبطة حطي في الفراغ اللي انت هتنهي بيه أو حد المربع، لانه انت اصلا لو جيتي سرحتي واشتغلتي في جزء بعد كده انت هتلاقي اصلا هتحسي ان في حاجه غلط. انت بتراعي خلاص شكل المربع وانت بتشتغلي. بلف الشغل واعمل منزلقه في الفراغات بين الاعمده بكل ايه، يعني ما شدش اول واحده دي خالص، بالراحه قوي. تاني واحده، تاني منزلقه، تالت منزلقه، وارتفع 3 سلسله. ويشوفوا المربع خلاص بيقفل اهو. اشتغل هنا اول عمود، ده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. هعمل هنا منزلقة، ارتفع 3 سلسلة، وفي نفس المكان هعمل 3 عمود. عملت كده 3 عمود، وصلت للفراغ ده هقفل بيه بمنزلقة. شوفوا لسه في الضلع ايه، لسه واحدة بس. هلف الشغل،
هروح عند الفراغ بين اول عمودين بمنزلقة مرتاحة جدا، والمنزلقة التانية والمنزلقة التالتة، ارتفع 3 سلسلة. هروح فين في الفراغ اهو، هعمل 3 عمود. تالت عمود هروح فين، هروح في فراغ ال3 سلسلة اللي هنا ده بغرزة منزلقة، وهاخد سلسلة بس احكم الشغل علشان انا كده خلصت. وكانت دي قطعة السي2سي المربعة، نموذج مصغر للقطعة اللي قدامي دي. شوفوا تعالوا بقى نجيب ده كده، ده مربع صغير وده مربع كبير. ده مربع صغير ممكن تستخدميه وحدات، تعملي كل واحدة بلون، تعملي واحدة نصين، ممكن تعملي من الوحدة دي نصين، نص لون ونص لون وتركبيه، هيبقى ظريف جدا لو القطعة دي رانر او توظفيها بقى بالشكل اللي انت تحبيه. شغل السي2سي في حاجة برضو انه في البداية بتحسي ان الشغل طويل، يعني بتاخدي وقت في الاول والستة سلسلة والباك لوب، وده بتحسي دايما انه اما بتيجي بقى تنقصي، هو مش احساس، هو ده حقيقي، لما بتيجي بقى نعمل تناقص عشان نكون المربع تحسي ان الشغل بيمشي معاكي اسرع. وده حتى هتلاحظوه في الفيديو لما اشتغلنا ده ولما اشتغلنا مثلث البداية. من الوحدات اللطيفة اللي ممكن تستخدميها، في قلنا وحدات بقى ملونة نص ونص كده، وتركبيها وتعملي بيها قطعة سواء مستطيلة او مربعة. ده من المربع الصغير، ممكن اعمل مستطيل ده من كام وحدة جنب بعض، مثلا هعمل 3 وحدات جنب بعض في الطول 10 وحدات، يبقى انا كده عملت من وحدة سي2سي مربعة عملت قطعة مستطيلة، وليكن رانر او اي قطعة انت عايزة توظفي فيها شغل الوحدة دي. ولكن دي كانت نموذج صغير شرحت عليه البداية والنهاية ازاي للكوفرتة اللي قدام حضراتكم دي. يا رب اكون قدرت اوضحها واشرحها بشكل وافي لحضراتكم. اي استفسار او اي سؤال اكتبولي في التعليقات، ولو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.